مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. الرئيس أفورقي يعزي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ورود برقيات تهانئ بمناسبة عيد الاستقلال. تنظيم دورة تدريبية حول غسيل الأموال. إيران تعلن الحداد لوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم طائرته. جيش الكونغو الديمقراطية يحبط محاولة انقلابية. وأزمة دبلوماسية بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات مهينة. السلام عليكم ورحمة الله. بعث الرئيس أفورقي برسالة عزاء لرئيس جمهورية إيران المؤقتة بمناسبة وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين. وأعرب الرئيس أفورقي في الرسالة التي بعثها باسم شعب وحكومة إريتريا واسمه عن بالغ حزنه للحادث الجلل، وقدم تعازيه الحارة لحكومة وشعب إيران وأسر الفقدة. هذا وقد لقي رئيس إيران إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين مصرعهم في حادث تحطم طائرة مروحية يوم 19 من مايو في شمال غرب إيران. بعث رؤساء ملاوي وفلسطين وبريطانيا ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 33 للاستقلال. وأعرب رؤساء ملاوي لازاروس ماكارتي وفلسطين محمود عباس وملك المملكة المتحدة تشارلز عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس أفورقي والرخاء والنماء لشعب إريتريا. وأكد الرؤساء على الاستعداد لتطوير علاقات بلادهم مع إريتريا المبنية على الرغبة المشتركة. تنظم وزارة المالية والتنمية الوطنية دورة تدريبية في أسمرة من 20 وحتى 23 من مايو حول غسيل الأموال وأضرارها بالتعاون مع شركائها المحليين ومنظمات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. يشارك في الدورة التدريبية المقدمة لأول مرة 37 شخصا من وزارة الدفاع والشرطة والأمن والمؤسسات المالية وغيرها. وقال منسق الدورة التدريبية المدير العام لقسم الضرائب الداخلية السيد يوهانس إسحاق في افتتاح الدورة التدريبية إن الهدف من التدريب هو تعزيز المعرفة بالتقييم المشترك المزمع إجراؤه في شهر يوليو القادم وبالقضايا المرتبطة بغسيل الأموال. وأوضح أن المناسبة هي لتوضيح عمل إريتريا من حيث المبدأ في هذه القضية وأهمية القيام بلقاءات مستمرة للمؤسسات المالية الوطنية ومع المؤسسات الخارجية. ودعا المشاركون في الدورة التدريبية للاستفادة الجيدة من المعرفة المكتسبة لأهميتها ونقلها لزملائهم، وشكر الشركاء الذين بذلوا الجهد لجعل التدريب داخل البلاد. أشرف على التدريب السيد تابير هنري من منظمة الكوميسا والسيد جان دا جوزيف من مجموعة مكافحة غسيل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا إيسي مالاغا وخبراء آخرين. وتعمل إريتريا في مكافحة غسيل الأموال بإصدار مرسوم رقم 175 لعام 2014 والمرسوم المحسن رقم 181 لعام 2018. وأصبحت إريتريا عضو في شهر سبتمبر 2021 في مجموعة مكافحة غسيل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا إيسي مالاغا التي تضم 21 دولة. تقوم الحكومة الإريترية منذ غداة الاستقلال بتقديم خدمات تعليمية مجانية من رياض الأطفال وحتى الجامعة تحت شعار التعليم للجميع، إدراكا لأهمية التعليم في ضمان السلام والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كون التعليم أحد حقوق الإنسان الأساسية. وقامت الحكومة لتحقيق ذلك بأنشطة واسعة لبناء المدارس وغيرها من البنية التحتية وتقييم ومراجعة المناهج الدراسية ورفع قدرات المعلمين. وبناء على ذلك ارتفع معدل الأمية إلى 85% بعد أن كان 20%. ارتفع معدل محو الأمية إلى 85% بعد أن كان 20% في السنوات الأولى للاستقلال، وتبذل الجهود الجادة لإيصاله إلى 100%
في وقت قصير. وتبذل وزارة التعليم جهودا لتشجيع وزيادة مشاركة المرأة وجعلها متوازنة من خلال توفير اللوازم التعليمية وإرساء المدارس الداخلية وتقديم دعم مالي وعيني والقيام بمبادرات مختلفة. وقد حققت هذه الجهود تقدما كبيرا رغم التحديات في بعض المناطق. وتشير وثائق وزارة التعليم إلى وجود 65 مدرسة تخدم مجتمعات الرحل، 10 منها مدارس داخلية بحسب وزارة التربية والتعليم. ويجري العمل لفتح مدارس في المناطق النائية لتقديم خدمات تعليمية للأطفال البعيدين عن مقاعد الدراسة. قام إقليم عنسبة باستعدادات واسعة للاحتفال بعيد الاستقلال المجيد. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد سراج الحاج القيام بالتجهيزات لتقديم محتوى فني مباشر وعرض فني يعكس تراث الإقليم ومعرضا للأزياء. وأشار إلى تنظيم أنشطة النظافة وتزيين الشوارع والمؤسسات وإعداد فعاليات ثقافية وعروض الشوارع والحفلات والموائد الشعبية والمسابقات الرياضية وغيرها. وذكر بدء الحفلات الشعبية في بعض إدارات الضواحي وإجراء الاستعدادات لاحتفالات المديريات. وقال إن الاحتفال الإقليمي الرسمي بالذكرى 33 للاستقلال سينظم يوم 23 من مايو. أوضح مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب تنفيذ أعمال مرضية لضمان توفير خدمات المياه وتوسيع خدمات الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات في السنوات الخمس الماضية. وقال إن السدود الصغيرة المشيدة في ضاحيتي قبقب ومهداف بتنسيق إدارة الإقليم ومشاركة الشعب والجيش ساهمت في حل إشكالية المياه. وذكر إقامة 6 حاويات مياه سعة 1500 برميل لكل منها، وحفر 7 آبار، وبناء 6 محطات لتوزيع المياه، ومد أنابيب المياه لحل مشكلة مياه مدينة أفعبت، مؤكدا بحل مشكلة مياه أفعبت قريبا. وفي المجال الصحي أوضح السيد أحمد أن الاستثمار في القدرات البشرية والمعدات الحديثة مكن من تقديم خدمات طب العيون والأسنان والعمليات الجراحية إلى جانب الخدمات الصحية الأخرى. وأشار إلى قرب اكتمال الخريطة السكنية لمدينة أفعبت، موضحا بأن أعمال صيانة طريق أفعبت مصوع وأفعبت كرن جارية وتغطية جيدة للهاتف النقال في المديرية. وكذا منح الأولوية لأعمال إرساء خدمات المياه وصيانة الطرق وبدء خدمات التعليم والصحة في قلبوب وإدخال الهاتف النقال في المناطق المتبقية وبرامج حماية التربة وحفظ المياه. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. فقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان في تحطم طائرة هليكوبتر. وتحطمت المروحية في منطقة جلف الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين. وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله إن النائب الأول للرئيس محمد مخبر أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.
أعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إحباط محاولة انقلاب في العاصمة كينشاسا شارك فيها أجانب وكونغوليون. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في الكونغو الديمقراطية الجنرال سيلفان إيكينجي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي إن قوات الدفاع والأمن أحبطت محاولة انقلاب في مهدها، مضيفا أن هذه المحاولة شارك فيها أجانب وكونغوليون، وقد تم تحييدهم جميعا بمن فيهم زعيمهم، لكنه لم يذكر مزيد من التفاصيل. ويأتي هذا الإعلام في أعقاب هجوم استهدف ليلا مقر إقامة وزير الاقتصاد فيتال كاميرهي في حي غومبي الواقع على مقربة من قصر الأمة، حيث مقر الرئيس فيليكس تشيسيكدي. يذكر أن تشيسيكدي فاز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات في الانتخابات التي جرت نهاية ديسمبر الماضي، والتي قوبلت بعاصفة احتجاجات من كبار مرشحي المعارضة في أعقاب التصويت الذي اعتبروه فوضويا. أعلنت الحكومة الإسبانية أنها استدعت سفيرتها من بيونس آيرس إلى أجل غير مسمى، متهمة الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي بإهانة إسبانيا ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز خلال زيارة رسمية لمدريد. وطلب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من ميلي تقديم اعتذار علني في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأرجنتيني. وكان ميلي الذي يخوض منذ أسابيع في صراع مفتوح مع الحكومة الإسبانية قد أدلى بهذه التصريحات خلال خطاب لاذع في مؤتمر أوروبا فيفا 2024 الذي نظمه حزب فوكس اليميني الإسباني، والذي كان ميلي ضيف شرف فيه. وأدلى بتلك التصريحات في ختام زيارة استغرقت 3 أيام إلى إسبانيا لم يلتقي خلالها بالملك فيليب السادس ولا بسانشيز. فرضت الصين عقوبات على 3 شركات دفاع أمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين تزامنا مع تنصيب رئيس جديد للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن وزارة التجارة أن الشركات الأمريكية جنرال أوتوميكس لأنظمة الطيران وجنرال داينامكس لاند سيستمز وبوينغ للدفاع والفضاء والأمن باتت ممنوعة من أعمال الاستيراد والتصدير في الصين. وذكرت أن تلك الشركات ستمنع من ممارسة أي نشاط استيراد وتصدير مرتبط بالصين، وستمنع من أي استثمار جديد في الصين. وأتى هذا الإعلان في وقت تولى رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي منصبه وسط ضغوط متزايدة من الصين. ويخلف ساي في هذا المنصب إنغوين التي اتسمت سنواتها ال8 في الرئاسة بتدهور العلاقات مع بكين. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. الرئيس أفورقي يعزي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ورود برقيات تهاني بمناسبة عيد الاستقلال. تنظيم دورة تدريبية حول غسيل الأموال. إيران تعلن الحداد لوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم طائرتهم. جيش الكونغو الديمقراطية يحبط محاولة انقلابها. أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات مهينة. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.